ومش عارفة تبدئي معاه ازاي بعد كده. بعد ما خلصنا حروف انا هعمل لك دلوقتي مقارنة بين اقوى 3 كتب في التأسيس، وتشوفي انهي كتاب تحبي تبدأي بيه. وكمان هقول لك ما تنسيش تكملي الفيديو للاخر، عشان بعد ما اخلص هقول لك رأيي في كل الكتب بصراحة، وهقول لك كمان انهي افضل كتاب تقدري تستخدميه. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. الكتاب هنعمل عليه ريفيو دلوقتي هو كتاب التأسيس السليم. كتاب التأسيس السليم معلم القراءة والكتابة، الجزء الأول هو ده للتعليم القراءة والكتابة. تفهيم أسماء كتاب التأسيس السليم نور، مش نور البيان بقى، للقواعد النحوية للصفوف الأولى. ده بتاع القواعد النحوية، فركزي انت عايزة تشتغلي من انهي كتاب حسب ابنك محتاج ايه. يعني خلاص هو بيعرف يقرأ هتجيبي كتاب القواعد النحوية، عايز دلوقتي يتعلم القراءة هنجيب كتاب معلم القراءة. بسم الله. هنفتح مع بعض هنلاقي هنا ايه؟ الفهرس، الحروف الهجائية، ماشي، حركة الفتح، حركة الكسر، حركة الضم، الحروف اللثوية، حروف الرافصة، المفخمة، المرققة، الحروف المتشابهة نطقا، والمدود طبعا. وبعد ما بخلص السكون والشدة، اللام الشمسية واللام القمرية، التنوين، التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء، التحليل، الحروف بقى. بصي ده كله بعد كده الحروف. طب بصي معانا اهو الحروف الهجائية، اشكال الحروف الهجائية متصلة ومنفصلة، حركة الفتح، برضو هنا مقطع صوتي اللي هو حرفين مش 3 حروف، كلمات بحركة الفتح، جمل بحركة الفتح، هكذا هنلاقي في الكسرة برضو. في الضم هنلاقي نفس النظام، المدود، المد بالألف، تدريبات كتيرة على المد بالألف. بصي عندنا هنا ألف هتلاقي بقى المد بالياء هكذا، المد بالواو برضو هكذا، المد احنا قلنا بمد بالالف ومد بالياء ومد بالواو، برضو نفس كمية التمرينات اللي موجودة، يعني نفس الكمية اهو. التحليل ماشي، هتلاقي برضو التمرينات على اللام الشمسية واللام القمرية، تدريبات على الشدة هكذا. بصي يعني بعد ما بخلص بقى القواعد في جمل بسيطة، عايزة اوريكم الجزء بتاع الحروف. مثلا حروف زي حرف الصاد اهو. انا عاجبني الصراحة التدريبات اللي على الحروف، مستنينا ماشيين. انا عايزه اوريكم بقى في النهايه برضو بيبقى في ايه، في تقييمات. بصوا سعر الكتاب لما انا كنت جايباه كان ب150، انا فاكره ان الكتاب وصل غالبا ل 180 او 185 بالظبط، كنت جايباه اخر مره. طب دلوقتي يلا بينا نعمل ريفيو على كتاب تأسيس القراءة والكتابة من شركة سندباد. بصوا تعالوا نبص على الفهرس الأول. عندنا الحروف الهجائية، الحروف الرافصة، الحروف المفخمة المرققة، الحروف اللثوية، الحروف المتشابهة في النطق، الحروف المتشابهة في الشكل واختبار عليهم، وهكذا. حركات القصيرة، الفتح والضم والكسر، السكون، بعد كده مد بالألف، مد بالياء، المد بالواو. بعد ما خلص المد بالواو هنا بقى عمل حاجة مختلفة شوية، جاب اللام القمرية، اللام القمرية، وبعد كده كانت الشدة، وبعد الشدة اللام الشمسية، وبعد كده كمل التنوين والتاء المربوطة. بسم الله. وده بعد ما خلص نور البيان، الجزء بتاع نور البيان، اشتغل على طول قواعد الإملاء. قواعد الإملاء دي بجد كانت تاتش جميل قوي في كتاب سندباد العبقري تأسيس القراءة والكتابة. بسم الله. الحروف الهجائية، حروف الرافصة، وهنا الحروف الرافصة مش ذكرهم بس، لا بالعكس ده جايب أمثلة عليها وجايب عليها تمارين كمان. الحروف المرققة ومفخمة، الحروف اللثوية برضو جايب عليها تمرينات، ده بعد كمان ما يخلصوا الجزء بتاع الحروف اللي الأطفال بيتلخبطوا فيها عاملين عليها اختبار قبل ما يبدأ في حركة الفتح. بصوا هنا بجد عامل جزء جميل، هو بعد ما ادالهم مقاطع لا ده هنا هو اللي مخلي الطفل يكون كلمة علشان يقرأها. هو هنا هو اللي بيبتدي يكون الكلمة ناشرة ناشرة ويجمعها ويعملها. طبعا هو هيبقى عارف خلاص الحروف الرافصة، الحروف الأنانية أنهي حرف بيمسك في الحرف اللي بعديه ولا لأ، ده بيمسك في الحرف اللي قبليه ولا لأ، هيبقى متدرب عليها أصلا قبل كده من قبل، يعني مش هتعاني الحمد لله بأي مشكلة. بصي كمية بقى الكلمات اللي فيه. ده أول جزء في حركة الفتح، تدريبات
انا عاجبني ان في على الحركات تدريبات كتير، اللهم بارك. ادي تاني جزء من الكلمات، تدريبات بقى كتير تاني، ده كلها على الكلمات. بصوا برضو جزء تالت من الكلمات، تدريبات تاني على الكلمات. بعد كده الجمل، وبعد كده هنلاقي تدريبات على الجمل. انا عاجبني بجد كميه التدريبات اللي موجوده هنا، وكذلك حركه الكسر برضو هتلاقوا نفس النظام، وحركه الضم برضو. يعني احنا لسه دلوقتي اصلا في الكسر، هتلاقوا جمل هي بالكسر. بصوا حركه الضم، وهكذا السكون. انا عايزه اوريكم كمان الجزء بتاع الاملاء، القواعد الاملائيه، علشان ايه مطولش عليكم في الفيديو. بسم الله. ده بتاع اللام القمريه، اللي قلنا ترتيبه هنا في الكتاب بجد مختلف، بس ده تاتش مميز قوي 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 في كتاب التأسيس القراءة والكتابة من شركة سندباد العبقري. يعني تحفة تحفة تحفة. بصوا اوريكم الجزء بتاع القواعد الإملائية. هو مثلا زي رسم الهمزة، هتلاقوا وراه الألف اللينة المتطرفة. هنلاقي هنا الفرق ما بين النون الأصلية والنون التنوين. يعني بجد الكتاب ده تحفة تحفة تحفة. سعر الكتاب 150 جنيه. انا نسيت اوريكم كمان ان الكتاب برضو شامل الحروف، يعني ادي حرف السين وتدريبات على حرف السين، حرف الشين وتدريبات على حرف الشين، وفي طبعا كلمات يعني برضو موجود في الكتاب. الكتاب ما شاء الله شامل كل حاجة. الكتاب هنا كام صفحة؟ 320 صفحة. مناسب من سن 5 سنوات. انا شايفاه مناسب خلاص، ان الطفل خلص الحروف يقدر يدخل عليه اصلا على طول. ماشي. تالت كتاب معانا كان كتاب البداية. كتاب البداية نور البيان، برضو ده المستوى الاول. هو في مستوى تاني وغالبا في مستوى التالت، بس اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي المستوى الاول، لان المستوى الاول شامل. بسم الله. هنا الحروف الهجائيه، الحروف اللثويه المفخمه والمرققه، حروف القطع برضو ما شاء الله بادئ بالحروف، وانا بجد بحب الجزء دي عشان بتخلصي منها بدري بدري، يعني بتبقى موجوده معاكي في الكتاب، بتخلصي منها بدري بدري قبل ما تدخلي في الحاجات اللي محتاجه وقت شويه. اشكال الهاء والكاف والتاء والياء، الاشكال اللي الطفل اصلا بيتلخبط فيها او شكل الحرف بيتغير فيها، يعني تغيير جذري شويه، بيبتدوا يعرفوها ان الطفل عليها تدريبات كتير، اللهم بارك. بعد كده الحركات القصيره، هنا اصلا هو شامل الحركات القصيره فقط، يعني مش شامل الحركات الطويله. الجزء الثاني غالبا هو اللي فيه الحركات الطويله. وعندنا هنا همزه المتوسطه، مواضع الهمزه، همزه المتوسطه والهمزه المتطرفه. واللي عاجبني في الكتاب ده هوريكم نظام الجمل فيه. ادي هنا الحروف الهجائيه، تعالوا اوريكم الكتاب من جوه. الحروف اللثويه احنا بننزل شرح منه. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عايزين شرح اصلا كمان، يبقى من انهي جزء او من انهي كتاب عايزين ننزل لكم شرح ايه، ونعمل لكم سلسله كامله عن الشرح هنا في القناه. فاكتبوا لنا في الكومنتات تحت عايزين انهي كتاب اللي عليه شرح. بصوا اشكال الهاء وتدريبات عليها، اشكال الكاف وتدريبات عليها. بصوا هنا الحروف المنفصله ومتصله، الحروف بحركه الفتح، كلمات على حركه الفتح. بصوا انا عايزه اوريكم هنا جمل، بس الجمله من كلمتين. بصوا هنا كمان جمله من 3 كلمات بجد، ودي حاجه مميزه قوي 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 في الكتاب، ان هو حاطط اصلا جمله من 3 كلمات بالتدريب. يعني ما شاء الله انتوا هتلاقوا كميه تدريبات في الكتاب جميله جدا وكويسه قوي. وهتدانك ماشيه كده هتلاقي ما شاء الله كميه تدريبات مختلفه وباشكال مختلفه، مواضع الهمزه. يعني برضو حاطط جزء من قواعد الاملاء. طبعا بقيه القواعد الاملائيه هتلاقيها كمان في الجزء الثاني من سلسله البدايه. الكتاب ما شاء الله اللهم بارك تحفه تحفه تحفه، مليان رسومات برضو الوان كتير. سعر الكتاب 85 جنيه. ماشي. بالنسبه للثلاث كتب، اذا كان كتاب البدايه او كتاب التاسيس السليم او كتاب سندباد العبقري تاسيس القراءه والكتابه، عايزه اقول لكم ان الثلاث كتب تحفه تحفه تحفه، بالنسبه للخامه، بالنسبه للماتيريال، بالنسبه للمحتوى، كلهم ما شاء الله تحفه. طيب نختار انهي كتاب؟ اختاري المناسب لطفلك، اختاري المناسب لطفلك. بيختلف من طفل لطفل. يعني مثلا انا عندي مع كتاب التاسيس السليم مشكلتي معاه نقطة صغيرة، ان هو التدريبات على حركة الفتح وحركة الكسر قليلة حبة بالنسبة للطفل. ما شاء الله هنا في سندباد العبقري الصراحة هو متكامل في كل حاجة، اللهم بارك.
كتاب نور البيان من سلسلة البداية، هو اللهم بارك كويس جدا، عايز بس شوية تدريبات اكتر. وفي نفس الوقت لا والله هو التلاتة بجد اقوياء جدا جدا جدا. وانا اشتغلت من التلاتة، مش اشتغلت من كتاب واحد بس، لا اشتغلت من تلاتة. كان كل كتاب بيبقى على حسب الطالب اللي قدامي. وبكده نكون خلصنا الريفيو النهارده على الكتاب. قولنا في الكومنتات تحت عايزين نعمل سلسلة شرح من انهي كتاب عشان نعمل سلسلة كاملة. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.